امبارح أقيم مؤتمر صحفي بينظمه ائتلاف أقباط مصر تحت عنوان مصريين الخارج بين 30/6 محاربة الإرهاب بالقاعة الكبرى لنقابة الصحفيين. المشاركة في المؤتمر كان فيها سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والشيخ أحمد ترك ومسؤول ملف محاربة التكفير بالأزهر، وكان فيه الحقيقة عدد كبير من الحضور، وناقش المؤتمر دور وطنية، أنا أقصد الحضور الرسمي يعني الشخصيات اللي كانوا داعينها. المؤتمر ناقش دور وطنية المصريين بالخارج في دعم مصر سياسيا واقتصاديا وسياحيا بعد ثورة 30/6 ونشاطهم الدولي، وبالأخص مع البرلمان الأوروبي للضغط على هذا البرلمان لإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية دولية. تعالوا نشوف جزء من هذا المؤتمر وتقرير CTV في هذا اللقاء ونرجع معاكم في النور. في النور الحقيقة تبان. أقامت نقابة الصحفيين بالتعاون مع ائتلاف أقباط مصر مؤتمرا صحفيا بعنوان مصريين الخارج بين 30 من يونيو ومحاربة الإرهاب، وذلك يوم السبت الموافق 15 من نوفمبر. المصريين في الخارج قاموا بدور مهم جدا في خلال الفترة الماضية، ابتداء من إقرار الدستور وحتى انتخابات الرئاسة، وأيضا في الإسهام في مشاريع قناة السويس. صحيح المبلغ ما كانش كبير قوي عشان هم ما لحقوش يساهموا فيها، هم ساهموا ب 340 مليون جنيه بس، لكن أعتقد أن في أول السنة الجديدة هيبقى سندات دولارية هيقدروا يشتركوا فيها. دور المصريين ممتد من فترة طويلة في كفاح ضد حكم الإخوان، وقاموا بدور محترم جدا، لأن هناك في كل الدول الحركة العواصم الغربية فيها جماعات إخوان بتحاول أنها تشوه الصورة المصرية. وأنا عاصرت يعني نشاطات كتيرة للمصريين في الخارج في عواصم كثيرة، سواء كنا في استراليا أو أمريكا أو في أوروبا، وقاموا بدور أعتقد أن التاريخ هيذكره لهم. نوضح دور المصريين في الخارج ان هم جزء لا يتجزأ من وطنية مصريين الداخل، ومن خلال ما يقوموا به هو نوع من انواع دعم مصر على النواحي زي ما قلت لك الاقتصادية والسياسية والسياحية، ومن جانب اخر ادراج جماعة الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية في البرلمان الاوروبي في الاساس ثم برلمانات الدول المختلفة. في بعد في الموضوع اللي احنا موضوع المؤتمر، ان كتير من المراكز الاسلامية اللي موجودة في الولايات المتحدة الامريكية وايضا في اوروبا تحت سيطرة للاسف الجماعات الارهابية، وبعد ما ضيق عليهم في مصر وعجزوا عن استخدام المنابر والمساجد للانتصار على خصومهم السياسيين لجأوا إلى هذه المساجد، وفي بعض العناصر هربت إلى هذه المراكز، يعني بدل ما هربت إلى تركيا وقطر لا هربت إلى بعض المراكز الإسلامية في أوروبا واتخذتها ستارا ومرصادا للهجوم على مصر وللهجوم على الجيش وتحريض المجتمعات الأوروبية ضد مصر. بالنسبة للمؤتمر الخاص بمصريين في الخارج، فبيجي في إطار الدور اللي أحيانا بيمارس من تشويه لوطنية المصريين المهاجرين بره الوطن، محاولة لتشويه دورهم أو التقليل منه أو لضرب انتمائهم أو محاولة للتشكيك في وطنيتهم واتهامهم بالخيانة وبالعمالة في بعض الأحيان. عايزين بنسلط الضوء في المؤتمر ده على الدور الوطني اللي قام به المصريين في الخارج بدءا من ثورة 25 يناير وحتى الآن. يأتي هذا المؤتمر للتأكيد على أن المصريين بالخارج جزء لا ينفصل عن الوطن الأم، وأن الجميع يسعى لتحقيق مستقبل أفضل لمصر. نانسي مجدي، CTV. في النور الحقيقة تبان.